وصلت أيضا لأسامة حوساوي. فريق الهلالي يبحث عن جميع الطرق. فريق الريداوي ما أعطى فرصة أبدا للهلال بالتقدم، للهلال بالتسجيل. حتى الآن يصمد الرائد والكرة أمامية رغم الهجوم المرتد لفريق الرائد. شاهدنا تسديدة محسن في الكرة، هنا محاولة خطيرة لفين بالقائد. جول هلالي ياسر القحطاني رغم القائم ورغم العارضة، والكرة حسب إشارة الحكم أن الكرة اجتازت المرمى، اجتازت خط المرمى، اجتازت. نشوف نتابع القحطاني والمساعد السيد فهد الحمري. نتابع ونشوف دقيقتين مضافة نشوف الهدف الهلالي، وبعد كذا نتحدث عنه. شوف التسديد، الحكاية من أول بالقائم عادت ياسر القحطاني. شوف كمل لا، الكرة ما تجاوزت، الكرة لم تتجاوز. شوف بعد أن ضربت لم تدخل إلى المرمى، ولكن حكم اللقاء احتسبها بهدف هلالي مقابل لا شيء لفريق الريداوي. إذا أعزائي المشاهدين الكرام، حتى ألتقي وإياكم في شوط المباراة الثاني بعد ربع ساعة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف العادة أيضا